مساء الفل على الكل. حبيبي زملكاوية يعني أنا. أنا آسفة، كل مرة أحاول أتأخر أقول يمكن أحداث تتغير. آه، يمكن في قرارات تحصل، فيمكن ربنا يخيب ظني، يمكن أطلع أقول حاجة إيجابية عشان ما يتقالش عليا إن أنا بتلكك ومش حابة وبتاع. بس انا عايزاكم تقولوا لي في التعليقات والله كلامي ده صح ولا غلط، عشان في ناس بتقول لي يا جماعه، في حد كتب اصبروا شويه ومعلش شويه واحنا لسه، واحنا هنفضل نقول يفوت شهر شهرين ولا ده بقى لهم اسبوعين، ده بقى لهم شهر، ده بقى لهم شهرين. بس تعالى اقول لكم في الكام يوم دول حصل كوارث قد ايه. خلينا نبتدي من الاول. اول ما جه احمد مرتضى قدم استقالته، طلع الرئيس الحالي مع احمد موسى وقال لك انا معايا كل الملفات وبذاكر كل الحاجات وعارف كل المشاكل وكل حاجه. اول ما هيقولوا لي اوكي رشح نفسك وانجح، هكون هحل كل المشاكل اني عارفها وبذاكرها ومحضرها وبتاع. طبعا المذاكره طلعت مفيش الكلام ده خالص، مفيش اي حاجه اتحلت من المشاكل اللي قالوا عليها. وكما لو ان هو كده، طب انت خلاص تعالى وخلاص وشوف بقى انت هتعمل ايه. خليني اكلمكم اللي حصل وحضراتكم جاوبوا. انا مش هتكلم على فتوح ولا هتكلم على صبحي اللي عارضينهم للبيع، اللي سمعت خالد جد الله طالع مع اسلام صادق بيقول لك معقول عنده 25 سنه. طبعا يجي زي ما قلت لكم بالظبط نفس السبب. حتى لو هو في حاجات في سلوكه هو في النادي عندنا هيتغير خالص وهيبقى اللي هو زي بالظبط كده ايه، احنا يا جماعه والله احنا مش بنعرف نربي ولا بنعرف نعمل حاجه، معلش روحوا عندكم انتوا بقى ربوه. وعشان كده بقول لكم هم اللي هيفضلوا يقولوا المبادئ، وحضرتك توقف لعيبه تبيع لعيبه هم الكسبانين. مش هتكلم على انه مش هنتعامل مع احمد يحيى وايوه والجمهور والجروبات، واوعى تتعاملوا مع احمد يحيى ده عميل، احسن قرار عدم التعامل. هوب طلع احمد سيمان قال لك انا بتعامل مع احمد يحيى واتكلمت معاه وهنبتدي صفحه جديده. وانا ساعتها طلعت قلت هو في حاجه انا رايح اتعاقد مع لعيب اروح اقول له النبي مشي الوكيل بتاعك عشان اتعاقد معاك؟ مش هيحصل. اديك قعدت مع احمد يحيى ماشي. فكل ده ايه، كل الكلام اللي اتقال في الاول ايه، فنكوش. بلاش نقول ان عضو مجلس الاداره بيطلع في قناه مع واحد مذيع. هو طبعا مش اعلامي، ما هو مش كل حد هيتقال عليه اعلامي. فالمذيع ده هو اللي بيروج الاشاعات، هو اللي طلع اشاعه على دكتور الفرقه وقال انه شخص غلط وان اللاعب بيتعالج بره. طب انت يا حبيبي يا سيدي الفاضل يا فندم، انت مش شايف انه ده بيثير فتن؟ بدليل ان اللعيبه بعد كل هدف في اخر ماتش بيجروا على الدكتور، ابتدوا يشغلوا بالهم ان احنا الدكتور ده دكتور ممتاز والكلام اللي اتقال ده كذب. طيب حضرتك اللعيبه بتكذب المذيع ده، طب هو انت بتطلع معاه ليه؟ يعني انت بتطلع مع مذيع؟ ده انا فاكره محمد فاروق مره انتقد حاجه او موقف، النادي المنافس قدم شكوى واشتكى القناة وطلع رئيس القناة دي اعتذر ولا واحنا ما يصحش، انت ما فيش. طب بلاش، هو طالع عنده عقد ودولارات وبيشتغل، حضرتك كمجلس إدارة ما تشتكيش؟ ما تشتكيش للأعلى للإعلام ولا حاجة تقول لهم والله ده في واحد بيطلع كلام كذب وبيقول بينشر حاجات كذب وبتاع وبيصير بلبلة في الفرقة؟ ما بتقولوش، انتوا بتعملوش حاجة، انتوا ما بتعملوش حاجة. خليني اقول لك بقى في اللي انتوا بتعملوه. هنشيل يافطة الوطنية والكرامة عدت، هنشيل نادي القرن، هنشيل اللي مكتوب عليها تركي، هنشيل اسماعيل ابراهيم يوسف. انت بتشيل يافطة لمكان فيه اسم كابتن ابراهيم يوسف اللي قدم بينكم واللي قدم للزمالك واللي دافع عن الزمالك واللي كان عضو مجلس اداره. هو انتوا كل اللي شاغل بالكم عندكم حاجه اسمها عفريت مرتضى؟ احنا اي حاجه مرتضى عملها مش عايزين يبقى لها اثر. طب يا سيدي ده لاعب عندكم. طب تحبوا اقول لكم بيعملوا ايه بس من اعضاء مجلس من قصدي من الجمعيه العموميه؟ القاعة اللي كان مكتوب عليها تركي مكتوب فيها يافطة رخام تم الافتتاح بكذا كذا برئاسة المستشار مرتضى منصور. عارفين عملوا ايه؟ خبوا الاسم بتاع مرتضى منصور. هو انت يا ابني طبيعي؟ هو انتوا طبيعيين؟ ده انت في يفط من افتتاح الرئيس حسني مبارك بوزير رئيس الوزراء محلب، بيجي بعد كده وزير يقول لهم شيلوا الاسم. هو انتوا خايفين من ايه؟ ده انت يا ابني انت انتخبت بجمعيه عموميه 4 سنين ومش ممكن رئيس النادي السابق هيرجع في خلال 4 سنين دول على الاقل. انت وصل بيك انك بتخبي اسمه؟
يعني انت واصل بيك البعبع بلاش، انت بتعمل اجتماع مجلس اداره وبتجيب اعضاء مجلس الاداره يحضروا الاجتماع علشان ايه حضرتك؟ علشان الغاء العضويه الشرفيه لمرتضى منصور. هو انتوا طبيعيين؟ يعني هو ده كل هي دي كل مشاكل الزمالك؟ اليوفط اللي عملها مرتضى منصور تتشال، اي حاجه مكتوب عليها اسمه تتشال، العضويه. انت بتعمل اجتماع، طب قول لي مشكله واحده اتحلت، ما تقول لي مشكله واحده اتحلت. واحد مذيع القناه، طب قول لي نسبه المشاهده في قناه الزمالك كام؟ ايه، 3%؟ 4%؟ 5%؟ انت جايب واحد المذيع مستضيف. اولا دول مين؟ دول اللي بيقدموا البرنامج الرئيسي. انت جايب ومستضيف واحده وكيله لاعبين وبتتكلم على زيزو، وحضرتك كمجلس اداره مش مكسوف وانت بتنزل البيان. يعني صيغه البيان ايه؟ احنا مجلس الاداره غير مسؤول عن الكلام اللي اتقال، وهي اللي تتحمل مسؤوليه الكلام ده، واحنا ما بنتدخلش في اي حوار بيدور بين الضيف يعني ايه حضرتك ما بتتدخلش؟ يعني حضرتك القناه تجيب واحد يشتم في الدوله مثلا تقول اصل انا ما بتدخلش؟ مثلا واحد يشتم في الزمالك وفي الاهلي تقول اصل انا ما بتدخلش؟ ليه ما تتدخلش ليه؟ يعني حضرتك مالكش دعوه؟ هو انت حضرتك لما مشيت النقاد والصحفيين اللي كانوا بيشتغلوا في القناه على اساس ايه؟ علشان كانوا ايام المجلس اللي فات؟ هو في حد ممكن يجي دلوقتي وانت في المجلس ده ينتقدك؟ طب انت بتمشيهم، هل في بديل؟ لا مفيش بديل. طب انت قبل ما تمشي، طب ما تشوف البديل. انت جايب واحده عضو مجلس اداره مؤهلها تربيه رياضيه تبقى مسؤوله عن تطوير القناه، وهي اللي منزله كلام. اصل بصوا القرار اهوت، احنا ملناش دعوه، غير مسؤولين عن اللي اتحصل في القناه. وانتوا بتعملوا ايه؟ وانتوا بتعملوا ايه؟ انتوا شاغلين بالكم بس عايزين نشيل حاجه، اي حاجه فيها اسم مرتضى منصور. احنا عايزين نعمل اي حاجه عكس، مش عايزين اسمه. بتعملوا اجتماع عشان تشيلوا العضويه الشرفيه بتاعته. هو انتوا ايه ده؟ انتوا بجد انتوا خايفين ولا انتوا بتعملوا ايه؟ ولا ما الراجل ماشي؟ طب فين؟ تعالى بقى اكلمك على موضوع القيد ونادي لشبونه. اوعى تصدق الكلام ومجلس الاداره والاصل بيه ده. مين اللي بيتفاوض وبيدخل؟ طب ما قريتش؟ فيتوريا، فيريرا، فينجادا، كلهم اللي بيتدخلوا مع نادي اللي كان فيه شيكابالا لشبونه، هم اللي بيتدخلوا مش حد. اوعى تصدق فلان عضو مجلس اداره. وبعدين بقى ايه اما نسرب بقى للناس اللي بتحبنا؟ قولوا اصل هم ما كانوش راضيين يوافقوا على التقسيط عشان سمعه المجلس اللي فات. يا راجل ده المجلس اللي فات حل كميه مشاكل وقضايا ومصايب. انت مش شاغل بالك غير بالمجلس اللي فات. انت ما حلتش وعلى فكره اصل في رعاه جداد على التيشيرت بتاع الزمالك، اصل في، انا مالي انا ومال في طب فين الفلوس؟ فين الفلوس بتاعت الرعاه؟ فين الفلوس اللي انت بتاخدها من الرعاه؟ انت طايره محتاجه فلوس ومحتاجه لعيبه وعندهم فلوس عشان برضو قيد وبتاع، ما عملتهاش. ما بتعملش في كرة الصالات اي تدعيم، ما رفعتش القيد. اوعى تفتكر انك لما ترفع القيد يا سيدي الفاضل انت وهو الله المجلس دوت هيرفع القيد وهيجيب صفقات. لا، هم انت كنت جاي من الاول عشان ايه؟ انت جاي عشان تطلع في التلفزيون ويقولوا عليك انك عضو مجلس ده؟ انت اصلا جاي الزمالك والجمعيه العموميه انتخبتك علشان تحل المشاكل، عشان ترفع قيد، عشان تجيب صفقات، عشان تدعم كرة الصالات، عشان تطور القناة اللي كنت حضرتك متضايق منها. لكن اوعى تفتكر انك لو عملت حاجة من الحاجات دي يبقى انت عملت انجاز. امال احنا جايبينكم ليه؟ احنا جايبينكم عشان تحلوا المشاكل. انتوا ما حلتوش حاجة، انتوا ما بتعملوش حاجة، انتوا شغلتكم على المركب بولولوم، واللي يزعل يزعل. انتوا ما فيش حاجة واحدة ريحت قلب اي زملكاوي. لا مدير فني اجنبي ولا مدير ولا اي حاجه ولا قناه ولا قيد ولا لعيبه. ولو عملته ده هو ده. وبعدين تعالى هنا، انت بتحارب في النادي اسمه مرتضى منصور على اساس ايه؟ يا اخي احترم ان في اعضاء في الجمعيه العموميه، ما هو ليه برضو ناس بتحبه. انت بتحط حاجه على اسمه؟ يا راجل رجع القناه ورجع الصحفيين. انتوا بتعملوا ايه في الزمالك؟ يا اخي افتح القيد وحل مشاكل. بقول لكم ايه، الناس دي مش هتحل حاجه، ولو حلت حاجه اوعوا تكبروها عشان هم جايين علشان كده. لك الله يا زمالك ولك جماهير المخلصة فقط لا غير.